تطور اي شيء عبر العصور بيكون مثير للاهتمام، لانك بتشوف التغير الملحوظ في الجودة واللي بيوريك قد ايه الشيء ده قطع شوط طويل منذ بدايته. وبما ان جودة الميديا اللي بيظهر فيها السوبر هيروز دلوقتي هي افضل من اي وقت مضى، اكيد هيكون شيء مسلي اننا نشوف الشخصيات اللي بنحبها في اول شكل ظهروا فيه. علشان كده في الفيديو ده هنشوف اقدم واشهر 6 شخصيات من السوبر هيروز واول كوميك على الاطلاق يظهروا فيه. كلمة ديبيو معناها أول ظهور، يعني لما أقول إن الديبيو بتاع سوبرمان كانت سنة 1938 ده معناه إن أول مرة الشخصية دي تظهر على الإطلاق كان في السنة دي. ولو هنشوف الشخصيات من الأقدم للأجدد ده هيخلينا نبدأ بسوبرمان واللي بيه بدأ العصر الذهبي للكوميكس والسوبر هيرو فيكشن. أول ظهور لسوبرمان كان في العدد الأول من المجلد الأول من أكشن كوميكس في قصة بعنوان سوبرمان تشامبيون أوف ذا أوبريست. القصة بتبدأ براوي بيحكي لنا الحكاية المعروفة بتاعت عالم في كوكب بعيد بيحتضر حط ابنه جوه سفينة فضاء وارسله لكوكب الارض، وفي واحد ومراته لقوا الطفل وتبنوه، وبعد كده لقوه قاعد بيشيل عفش الشقة فقالوا الواد ده باين له كده خارق. الطفل ده بيكبر ككلارك كنت اللي بيكتشف ان عنده قوة وسرعة خارقين، لكن كان لسه ما بيعرفش يطير. كلارك قرر انه يستخدم قدراته في خدمة البشرية كسوبرمان، وبالمناسبة دي تبقى نسخة سوبرمان من كون ايرث 2، وده واحد من اكوان دي سي المتعددة. المهم القصة بتورينا برضو حياته ككلارك كنت الصحفي اللي بيتم تكليفه بانه يكتب مقالات عن الكائن الغريب اللي اسمه سوبرمان. وفي يوم من الايام كلارك طلب من لويس لين تروح معاه حفلة رقص، وهي وافقت من كتر زنه. واثناء ما الاتنين كانوا بيرقصوا في واحد بلطجي جه بيقول لها انا عايز ارقص معاكي بالعافية. لويس بصت لكلارك ومستنياه يعمل اي حاجة، لكن هو لازم يحافظ على التنكر بتاعه كانسان ضعيف، وقال لها ارقصي معايا لويس، ما فيهاش حاجة يعني. شكلهم كده هياخدوكي. طبعا لويس هزقت كلارك وضربت البلطجي بالقلم وسابتهم ومشيت، لكن البلطجي فضل يطاردها بالعربية بتاعته. وهنا كلارك غير هدومه لزي سوبرمان وطارد عربية البلطجي ومسكها كسرها وعلق البلطجي نفسه في عمود نور. القصة لاحقا بتنتهي بسوبرمان بيحاول يفضح سيناتور فاسد، وده كان بيمهد لقصة العدد اللي بعده. تاني شخصية هنتكلم عنها هو باتمان، واللي ظهر في العدد 27 من المجلد الأول من ديتكتيف كوميكس سنة 1939، يعني بعد سوبرمان بسنة واحدة. القصة كانت بعنوان The Batman The Case of the Chemical Syndicate، وبرضه كانت في كون ايرث 2. والقصة بتبدأ بالمفتش جوردون قاعد مع واحد اسمه بروس وين، وجوردون بيقول له انه شاغل باله شخص غامض ظهر مؤخرا ملقب بذا باتمان. لما جوردون بيجيله تليفون بخصوص جريمة قتل، هو وبروس وين بيروحوا سوا لمسرح الجريمة. ابن الضحية قال لهم انه شاف حد قتل ابوه ونط من الشباك، لكن ما يعرفش هو مين. وجوردون بيبدأ يحقق في المشتبه بيهم، بينما بروس وين بيقول له انا هروح البيت. المشهد بعد كده بيتنقل لبيت واحد من زملاء الضحية، واللي بنكتشف انه برضه اتقتل، واللي قتله سرق منه ورقة معينة. ولما القاتل حاول يهرب من على السطح قابل في وشه الكيان الغامض الملقب بذا باتمان. ذا باتمان ضرب المجرم وخد منه الورقة، ولما قراها قدر يخمن هوية الشخص اللي ارسل القاتل وكمان هوية الضحية التالية. وبالفعل بيتجه لبيت الضحية المحتملة، وهناك بيقابل الشخص اللي ورا الجرائم دي كلها، واللي كان عايز يقتل زملائه في الشركة علشان يستحوذ على الشركة لوحده. باتمان ضرب الشرير ورماه جوه خزان مليان حامض قاتل. ايوه باتمان في اول ظهور ليه كان بيقتل الناس عادي وبأبشع الطرق احيانا. المهم القصه بتنتهي بالمفتش جوردون بيحكي لصديقه بروس وين على اللي ذا باتمان عمله، ولما بروس وين بيمشي بنشوفه بيروح البيت وبيدخل اوضته وبيقفل الباب وراه، ولما الباب بيفتح بنلاقي خارج منه ذا باتمان، وبنكتشف ان طول الفتره دي بروس وين كان هو باتمان. يا نهار تالت شخصيه اذكرها لازم تكون قديمه وثوريه زي الشخصيتين اللي قبلها، علشان كده استقريت على ذا فلاش اللي ظهر لأول مرة سنة 1940 في العدد الأول من سلسلته الخاصة بعنوان ذا فلاش. أول فلاش يظهر كان اسمه جي جاريك، وطبعا كان بعيد كل البعد عن باري ألين اللي نعرفه دلوقتي. باري ألين شخصية مهمة قوي في دي سي، لأن قصصه هي اللي قدمت مفهوم المالتيفيرس لدي سي أصلا، علشان كده قلت لازم أذكر قصة فلاش الأصلي واللي ألهم باري ألين. العدد الأول ده واللي كان بعنوان Origin of the Flash
بيقع في كون نيو ايرث بدأ بطالب جامعي اسمه جيسون او جاي جاريك بيعمل تجربة في معمل. جاي بالخطأ بيوقع ازازة فيها مادة كيميائية جديدة، ولما اتكسرت طلع منها ابخرة خلت جاي اغمى عليه لما شمها. جاي اتنقل للمستشفى وفضل فاقد الوعي لمدة اسابيع، لكن بعد ما استرد وعيه اكتشف ان الابخرة اللي شمها سرعت كل العمليات الحيوية في جسمه وخلته يقدر يجري ويتكلم ويفكر اسرع من اي حاجة على الارض. يعني قدراته في الاصل ما كانش ليها اي علاقة بالسبيد فورس. طبعا جاي حياته اتغيرت تماما بسبب القدرات الجديدة، وقرر انه يستخدم قدراته في الخير وعمل زي احمر وبقى يلبس طاسة تقريبا على دماغه، واصبح البطل الخارق المعروف بذا فلاش. اول مغامرة لذا فلاش كانت لما ابو حبيبته واللي يبقى رائد في الجيش اتخطف من عصابة عايزاه يقول لها معلومات عسكرية مهمة. طبعا جاي بيلبس الزي بتاعه وبيروح ينقذه من العصابة، وزعيم العصابة بيحاول يهرب بعربيته، لكن ذا فلاش فضل يجري جنبه لحد ما خلاه يفقد التحكم ويقع من فوق جبل ويموت. هو تقريبا كده كل ابطال دي سي كانوا قتالين قتلة زمان. دلوقتي احنا شفنا اول ظهور لثلاثة من اقدم واشهر شخصيات دي سي، لكن في اوائل الاربعينات مارفل واللي وقتها كان اسمها تايملي كوميكس بدأت تدخل بجدية في سباق السوبر هيروز مع تقديم واحد من اشهر ابطالها وهو كابتن امريكا. ستيف روجرز والملقب بكابتن امريكا ظهر لاول مرة سنة 1941 في العدد الاول من سلسلة كابتن امريكا كوميكس. اول قصة في العدد كانت بعنوان ميت كابتن امريكا، وكانت في كون مارفل الرئيسي ايرث 616، وفيها بنشوف قادة الجيش الامريكي بيتناقشوا حول مجموعة من الجواسيس النازيين مزروعين جوه الجيش وبيأذوه من الداخل. وهنا الجيش بيلجأ لتركيبة سرية اللي المفروض تبقى السوبر سولجر سيرم. بيتم تجربة التركيبة على متطوع اسمه ستيف روجرز، وده كان شخص هزيل وضعيف جدا، لكن اول ما بيتم حقنه بالتركيبة جسمه وعضلاته بيكبروا بشكل سريع وبيبقى اقوى واذكى من اي جندي. القائمين على التجربة بيبلغوا روجرز انه من هنا ورايح هيبقى اسمه كابتن امريكا، ومهمته هي الدفاع عن امريكا ضد الجواسيس والمخربين. لكن في اللحظة دي بنكتشف ان واحد من اللي بيشهدوا التجربة كان اصلا جاسوس، وطلع المسدس وقتل العالم اللي عمل التجربة، وكمان دمر التركيبة علشان ما يقدروش يعملوا اي جنود خارقين تاني. طبعا كابتن امريكا جرب قدراته الجديدة على الجاسوس ده، والجاسوس اثناء محاولته للهرب خبط في ادوات كهربائية في المعمل ومات. كابتن امريكا بعد كده بيبقى بطل قومي، والقصة بتنتهي بباكي بارنز اللي كان وقتها لسه صغير وهو بيقول لستيف روجرز انه نفسه يقابل كابتن امريكا ده، وما يعرفش انه بالفعل وجها لوجه معاه. لكن في نفس اليوم باكي بالصدفة شاف ستيف وهو لابس لبس كابتن امريكا، وهنا كابتن امريكا قال له بما انك عرفت سري لازم تبقى شريكي، ومن ساعتها الاتنين بقوا يحاربوا الشر سوا. والله ما عارف ايه الهبل اللي كانوا بيعملوه زمان ده. خامس شخصية في الفيديو وتاني شخصية من مارفل هو هالك، واللي ظهر لأول مرة في العدد الأول من سلسلة The Incredible Hulk سنة 1962. العدد بيبدأ بعالم اسمه دكتور بروس بانر في قاعدة عسكرية في الصحراء بيختبر قنبلة جديدة اسمها جي بومب، وأثناء تجربة القنبلة بروس لاحظ شاب راكب عربية بيتفسح في مكان التجربة. طبعا بروس بانر قال للمساعد بتاعه يوقف العد التنازلي، وهو جري على موقع التجربة علشان يبعد الشاب ده. بنكتشف هنا ان المساعد بتاعه هو في الحقيقة جاسوس، وقرر انه ما يوقفش العدد التنازلي وبكده يقتل واحد من اهم علماء امريكا. بالفعل القنبلة انطلقت بينما بروس كان بيجري هو والشاب ده، ولما القنبلة انفجرت جسمه امتص كل اشعة جاما الصادرة منها. بروس بيتم نقله للمستشفى وبيفضل هناك اليوم كله، لكن بالليل اتحول فجأة لوحش عملاق عنيف وليه شخصية خاصة بيه هو منفصل عن شخصية بانر. الوحش ده فضل يدمر كل حاجة قدامه علشان يهرب من القاعدة العسكرية ويستخبى، لكن لما بيجي النهار هالك بيرجع تاني لهيئته الأصلية كبروس بانر، وبنكتشف انه بيتحول بالليل بس. عساكر الجيش طبعا ما عندهمش فكرة ان بروس بانر هو الوحش العملاق اللي كانوا بيطاردوه، والجاسوس اللي حاول يقتل بروس بانر في اول القصة بعت رسالة لشرير سوفيتي عبقري لكنه مشوه اسمه ذا جارجويل. جارجويل بالفعل بيوصل وبيقدر يخدر هالك ويخطفه، لكن لما الشمس بتطلع هالك بيرجع تاني لبروس بانر، ولما جارجويل بيشوفه بيدرك ان في امل ليه هو انه يرجع تاني انسان غير مشوه. جارجويل بيطلب من بروس بانر انه يساعده، وبروس بالفعل بيعالجه باستخدام الاشعاع وبيخليه انسان طبيعي. وهنا جارجويل بيقرر يحرره كشكر ليه، بل وكمان انقلب على الاتحاد السوفيتي. سادس واخر شخصية هنتكلم عنها واللي مستحيل الفيديو يكمل من غيره هو سبايدر مان. سبايدر مان غالبا هو الجوهرة بتاعت شركة مارفل واكثر شخصياتهم شعبية. سبايدي ظهر لاول مرة برضه سنة 1962 في العدد ال15 من المجلد الاول من سلسلة اميزنج فانتسي. القصة بتبدأ بشاب اسمه بيتر باركر ذكي ومجتهد لكنه خجول ومعزول اجتماعيا، وفي يوم من
الايام بيتر كان في معمل بيشرحوا فيه آلة بتصدر اشعاعات، وفي عنكبوت محدش شايفه قرب من الآلة دي وجسمه امتص كل الاشعاعات بتاعتها. من الصدمة بتاعته العنكبوت قبل ما يموت عض اقرب حد جنبه، وده كان بيتر باركر. بيتر بعد كده اكتشف ان العضة دي ادت له قدرات كتير زي التسلق على الجدران والرشاقة العالية والقوة الخارقة، وقرر انه يجرب قوته الجديدة في انه يدخل ضد مصارع قوي جدا. وبالفعل بيلبس قناع علشان يحافظ على سرية هويته، وبيروح ضد المصارع ده، وباستخدام رشاقته وقوته الخارقة قدر بسهولة يهزمه. على عكس الابطال الخارقين التانيين، بيتر في الاول ما فكرش اطلاقا انه يستخدم قدراته في محاربة الجريمة، وصمم الزي المشهور بتاعه وصنع آلات بتطلع شباك، وسمى نفسه سبايدر مان وبقى نجم مصارعة مشهور. لكن في يوم من الايام سبايدر مان بيشوف مجرم بيجري من شرطي، لكن ما حاولش انه يوقفه وسابه يهرب لانه كان شايف ان دي مش مشكلته ومش شغلته. زي ما انتوا عارفين المجرم ده لاحقا قتل بن عم بيتر، ولما بيتر اكتشف ده ادرك انه لو كان وقف الشخص ده عند حده كان زمان عمه عايش دلوقتي. بيتر ادرك المسؤولية اللي قدراته بتحطها على عاتقه، وقرر انه من هنا ورايح هيستخدمها في محاربة الجريمة. انا عارف ان مهما حصل الفيديو ده مش هيرضي كل الناس، لان في ابطال كتير قوي ما قدرتش اذكرهم علشان الفيديو ما يطولش زيادة عن اللزوم، زي جرين لانترن ووندر وومن من دي سي، او ايرون مان وثور وولفرين من مارفل. بس انا قلت اجيب اقدم الشخصيات واللي عملوا الثورة في مجالهم ومهدوا الطريق لقصص وشخصيات تانية. مين عارف يمكن هعمل جزء تاني اذكر فيه شخصيات تانية. لو ده حصل قولولي ايه الشخصيات اللي تحبوا اتكلم عنها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب مع تفعيل الجرس عشان يجيلكم اشعارات بكل جديد، وما تنسوش لايك على صفحة الفيسبوك. وبرضه لو حابين تدعموا القناة تقدروا تشتركوا على صفحتنا على باتريون من الرابط المكتوب على الشاشة وموجود في الديسكريبشن. اشوفكم الفيديو الجاي.